ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى نتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي لسه مبتدئين في تربية البط، وهي ازاي تعرفي ان البطة قربت تبيض. اول حاجة يا جماعة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني حتى لو بلايك. في الفيديو ده هتعرفي العلامات كلها اللي تبين ان البطة خلاص قربت تبيض عندك. اول حاجة هتلاقي البطة تقلت كده وبطنها نزلت لتحت، لان وقت البيض بيتكون فبطنها بتنزل لتحت. وهتلاقي وشها محمر شوية، بصي اللي بياكلوا دول وشهم محمر، وشهم بيبدأ يميل للاحمرار يعني. وهتلاقي تقلت ويعني ما بتجريش زي الاول، تقيلة في مشيها. وفي عظمتين عندها من تحت كده، لو حطيتي ايدك لو في فرق صباعين ما بين العظمتين يبقى خلاص البطة عندك قربت تبيض. وهتلاقي الذكر بيكسر البطة اللي هي خلاص موسعة وهتبيض. والريش من عندها مكان من ورا بيبدأ يخف. لو شفتي بقى العلامات دي هتبدأي، انا جبت كنت حاطه لهم قش رز بس هما عملوه حطيت لهم تاني عشان خلاص هيبدأوا خلاص. يعني لو شفتي العلامات دي حوالي 10-15 يوم عقبال ما البيضة الأولى تيجي، وهي بتبقى صغيرة شوية. هي أول بيضة بتبقى صغيرة شوية وبعد كده بتكبر. هتشوفوا البطة بتاعتي دلوقتي قاعدة زي ما يكون أكنها بتحضر لبيض مع إن مفيش بيض. هي كده بتستعد إن هي خلاص قربت تبيض بإذن الله. اهي يا جماعة دخلت البتاع البرنيكة. ولازم تقدمي للبط كالسيوم زي قشر الرز، قشر بيض قصدي، معلش قشر بيض مطحون او حجر جيري، لان هي جسمها بيستهلك كالسيوم كتير وهي بتكون قشر البيض. وما ينفعش كل شويه تغيري البط من مكان لمكان، لازم مكان واحد، لان هي لو اتوترت ممكن تأخر في البيت. والبط يا جماعه مش زي الوز، ممكن بتبيض كل يوم، مش يوم ويوم زي الوز. ممكن البيض بتاعها يوصل ل15، في ناس بتقول 20، بس اول مرة بيضهم بيبقى قليل شوية، دول اول مرة لسه للبيض، فممكن البيض بتاعهم يبقى قليل شوية. بعد كده كل ما تأكلي كل ما يزودوا في البيض، وتجيب لهم علف بياضة تحطيهم في الاكل. هي خلاص رقدت في البرنيكة، هي خلاص كأنها بيض بس هي لسه هي بتجهز نفسها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لكل مربيين البط عشان يعرفوا العلامات، العلامات اللي بتظهر على للبطة انها قربت تبيض. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.